أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم مرة أخرى معنا على الهواء مباشرة من خلال برنامجكم القناة اليوم، وفقرتنا زي ما قلت لكم في الانترو في البداية هنتكلم فيها عن معرض تراثنا. ومعرض تراثنا أقيم بجامعة قناة السويس بقاعة المؤتمرات لمدة 3 أيام، شارك فيه عدد كبير جدا من العارضين، وده كان شيء رائع ومبهر. عايزة أقول لكم اهتمامات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بكل المنتجات المصرية، وده بيجي من خلال معرض تراثنا اللي بيتم في القاهرة بمشاركة عدد كبير جدا من العارضين من مختلف المحافظات، ودايما حريصين العارضين في محافظة الإسماعيلية ان هم كمان يشاركوا في هذا المعرض الرائع. وده اخيرا كمان قرروا عشان طبعا التسويق من خلال هذا المعرض ان هو يتم كل تقريبا 3 شهور او 4 شهور، وده اللي قررته بالفعل السيدة الوزيرة. احنا كمان مقررين من خلال برنامجنا ومن خلال شاشة القناة ان احنا دايما نهتم بالعارضين وكل منتجاتهم الهاند ميد اللي بيقدموها، لان احنا ده واجبنا ان نلقي الضوء دايما على كل الاعمال والمشغولات اليدويه اللي هم بيقدموها في مختلف المجالات. خلونا نروح للاستاذه علياء العزازي، وهي برضو بتبقى حريصه على تسويق المنتج المصري او بتحب المنتجات المصريه بشكل كبير يعني. فقولي لنا بقى، كلمينا عن حبك وعشقك للمنتج المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا كنت بعيده كل البعد عن ان انا اعمل موضوع الاعمال اليدويه ده. يعني انا كنت خريجه اعلام اذاعه تلفزيون، وبعدين لما سبت الموضوع ده وسافرت خارج مصر ورجعت ما كانش خالص في اهتماماتي، بالعكس ده انا يعني سبت يعني اي حاجه لو عايزه اعمل زرار ببعته لحد يعمله لي، حد يفصل لي اي حاجه، ما كانش في بالي خالص يعني. جت يمكن ابتديت اعمل رحلات يعني حتى الناس يقولوا عليا بنت بطوطه رحاله يعني. لفيت مصر ان كان فعلا عاشقه ان انا اعرف مصر من الشمال للجنوب. لفيت كل البلاد، ففوجئت ايه ده الناس دول عندهم، وكان يعني كل تفكيري ان انا اكتب عن ناس من مصر. الناس دول بيعملوا ايه، اكلاتهم ايه، طباعهم ايه. فابتديت لقيت عندهم منتجات عجيبة يعني في الفيوم، في سيوة، في سوهاج في عندهم يعني الشندويل، وعندهم اخميم، وعندهم نقادة، منتجات عجيبة. طب الناس دي قاعدة ازاي؟ فين دول ان منتجاتهم دي يعني بقيت مصر يشوفوها او يشتروها؟ حاجات يعني في منتهى الدقة والجمال. طبعا الحاجات دي عارفينها في بره، لكن احنا للأسف ما كناش بنعرفها هنا يعني. جت فترة كورونا دي اللي التحول الحقيقي اللي حصل لي. انا قاعدة زهقانة في البيت مش عارفة اعمل ايه. طب اتفرج على حاجات، ابتديت اتفرج على حاجات تلوين. رحت بقى جايبة خشب، بعت طبعا اونلاين بشتري الحاجات الصواني الخشب دي، وابتديت ان انا ادهنها. انا دهنت البيت كله يعني. كان الولاد بنقص بيقولوا ان نقوم نلاقي ماما دهنانه الصبح. كويس يعني ان انت ابتديتي تدوري على حاجه تعمليها يعني. أيوة. حاجه هاند ميد كمان. وبعدين خلينا نعرض معاكي، ورينا يعني البيت. انت قاعده في البيت زهقانه، فقلت عايزه اعمل بهجه في البيت. في طبعا حاجات يعني، في حاجات زي الديكوباج، ان انا ابتديت اجيب الورق واحطه على الصواني دي. طبعا ده كله انا دهناه بايدي يعني. ده نوع تاني اسمه فينيل. انا جبت يعني من المطبعه، بجيب الورق دوت وبيتلزق، وهو يعني مقاوم للميه وممكن يتغسل وكل حاجه. فابتديت قلت الله، طب ما يبقى عندي ركن للشاي كده زي الصواني ديت، ودوت اللي يتحط فيه الشايات. طبعا عندي شاي بالياسمين وشاي بالبرتقال. فعل فوق كمان، فعل فوق عشان الكاميرا كده لو باين. فده حاجه لطيفه في البيت تعمل لك بهجه. طيب عجبني قوي الحاجات اليدويه. ابتديت ادور على الناس، طبعا لسه ما عنديش الناس اللي يطرزوا لي، فرحت الاماكن اللي بتطرز ده وجبت منهم، وابتديت عملت اللي هي البوفات الخشب دي. دي انا دي بيسموها بالتالي بس الاكبر شويه البانكت دي اللي هي بانكت يعني. بس ده صغير، في بانكت اطول منه شويه، ده ممكن يكون اصغر يعني. ده برضو في واحد تاني هو 2. طبعا انا عشان المكان ما جبتش كل حاجه. الشغل اليدوي ده ايه بقى يعني؟ الشغل اليدوي ده اسمه تطريز شنيط. شنيط. ده يعني يمكن 3 في مصر بيعملوه. في مشكلة كبيرة لما انا رحت زرت الاماكن، الناس ابتدت الكبار اللي بيعملوا ده طبعا يندثروا ويروحوا.
الصغيرين مش عايزين يتعلموا لانه شغل بيتم بصعوبة، والناس ما بتقدروش. دلوقتي بقى في المكن، فهم يقول لك الله، طب ما المكن بيطلع لي 1000 قطعة، ده يقعد العامل ممكن يومين 3 يطلع قطعة. فانا قررت ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل صفحة. انا مش هدفي ان انا يعني ان انا اعمل منتجات وابيع، لا، ده انا هجيب من الناس التانية وهجيب وابتدي اعمل حاجات لنفسي بقى واعرضها، بحيث الموضوع ده بقى جميل جدا. يعني جايبه من هنا الشغل، يعني مثلا عندي، بص حضرتك مثلا الاستلال دي من ديكرنس، يقعد الخوص الغاب اللي على الترعه بيعملوا، فانا حطيت طب ونعمل فوط، الفوط دي من اخميم نول نسيج يدوي. افكار يعني بتاخدي من هنا ومن هنا بالظبط. المفارش اللي تحت دي دي منتجي مع ده الخياميه الازرق اللي هناك ده خياميه ده بالابره والفتله بس، مفيش. الخداديات انا اللي عاملاها. بصي شال زي كده، ده من اخميم. فانا شارياه مش عاملاه، ده انا شارياه. لكن الشنط دي ببعت يطرزوها لي على قماش الدك. فدي كلها بقيت لا لازم نجيب حاجاتنا ونلبس حاجاتنا. بصي حضرتك هنا الفساتين دي نفس التطريز الشنيط، نفس التطريز ده ببتدي اقول له على فساتين. ده بقى حاجه اللي هو اسمه اللي هي اللي من ورا، وعرضيها برده ممكن تسمعيها على المايك عادي. المايك معاكي طويل وعادي. اعرضي لنا بقى وانت بتتكلمي. عايزه اوريكم حاجه مع ده منتج اللي هو بتاع شندويل، اللي هو اللي اسمه التولي. هو بيقولوا عليه التلي بس لا، هو اسمه التولي. ده اتعرف ازاي؟ يعني كان معرض في اللي هو السوق بتاع الكارسول دوليفر ده في فرنسا، ابتدى يتعرف سنة 2009. طبعا الناس بيشتغلوه زي هم بيصحوا ويناموا على الشغل ده زي بتوع سينا. بيشتغلوا الشغل ده فين؟ شندويل في سوهاج. شندويل في سوهاج. في سوهاج بيشتغلوا الشغل الرائع ده. ده الشغل اللي هو زي بقول لحضرتك الشنيط، وانا عملته وفصلته يعني. حلو جدا. بس يعني بحاول ان انا دول سينا اللي هم حضرتك فيه ده، دول بتوع جنوب سينا اللي عاملين التطريز ده. طبعا حاجه فوق الوصف. يعني انت بتحاولي توفقي الفكره، يعني هم عاملين الشغل وانت توفقي الفكره عليها. انا ممكن اعمل افكار بقى زي ده حضرتك، للريموت، للحاجه تحطيها في البيت. طيب